في الفيديو ده هناخد البارت 2 من البوست وهو اللي هيتكلم عن الكاتيجوريز والتاجز بالتفصيل وازاي نستعملهم. هنروح للداشبورد اللي احنا دايما متعودين عليها وهنشوف الكاتيجوريز والتاجز. خلي بالك الكاتيجوريز والتاجز هما بيبقى معمول لهم اساين للبوست، فاحنا ما ينفعش ان احنا ناكسس عليهم من اي حته من هنا، لازم نشاور على البوست الاول ونروح مثلا للكاتيجوريز نبدا بيها. ايه اللي بيبقى موجود هنا؟ اللي بيبقى موجود هنا هو النيم بتاع الكاتيجوري، وليكن مثلا هنسميه موبايل ريفيوز. وهنا السلاج. ايه السلاج ده؟ السلاج ده بيبقى فكرته هو اللينك او البيرمالينك. انت بص بقى، المفروض تعرف اللي انا لما اكلمك على البيرمالينك المفروض تعرف على طول اللي انا هنا بكلمك على ده. يعني بص مثلا تعالى نروح هنا، بص هنا كاتيجوري اذرز ويب. الويب ده هو ده السلاج. يعني بص انا لو مثلا خليت السلاج ده ويب 1 2 3، الكاتيجوري نفسه هيفضل اسمه ويب، بس بص لو جيت هنا عملت ريفرش هيقول لك اوبس this page can be found. ليه ادانا الايرور ده؟ عشان انت لو شفت هنا اللينك هتلاقيه كاتيجوري اذرز ويب. الويب ده خلاص ما بقاش موجود، لازم اعمل سلاش او داش 1 2 3 عشان يجيب لي الكاتيجوري ده تاني. فده السلاج اللي انا بيبقى قصدي عليه. تمام، ده كده بالنسبه للسلاج. احنا كده فهمنا. انت مش لازم تكتبه، انت ممكن تسيبه زي ما هو. يعني موبايل ريفيوز وهو بيتعمل على طول، بيتعمل اوتوماتيك يعني بناء على الاسم. لازم تبقى عارف ان السلاج بيبقى فيه شويه رولز. ممنوع ان انت تستخدم سبيس، ممنوع ان انت يبقى فيه حاجات كابيتال، لازم كله يبقى سمول بالمنظر ده كده. ما ينفعش اللي يبقى فيه هنا يو كبيره ويو صغيره. يعني دي الحاجات اللي انت مفروض تراعيها وانت بتكتب سلاج. بس يعني في اغلب الحالات انت هتسيب السلاج ده فاضي وهو هيملاه هو اوتوماتيك. هنا لو ليه بيرنت كاتيجوري، وهنا لو في ديسكريبشن عن الكاتيجوري ده نفسه ممكن تكتب هنا اللي مثلا ان الموبايل ريفيوز هي كذا كذا كذا، واحنا بنعمل لها مراجعات في المدونة دي وهكذا. ولما بتخلص خالص بتقول له هنا اد نيو كاتيجوري وهتضاف هنا. طبعا بيبقى فيه هنا الديسكريبشن والسلاج بتاعهم بيبقى عامل ازاي. بص لو تلاحظ موبايل ريفيوز، بص السلاج بتاعها بقى عامل ازاي. وهنا الكاونت. الكاونت دي قصده بيها آه عدد البوستات اللي معمول لها اساين بالكاتيجوري ده. يعني لو تلاحظ احنا كنا عملنا تيست بوست الفيديو اللي فات واحنا بنعمل او احنا يعني بنتعلم البوست شغاله ازاي. عملت لها اساين للويب ده فهو اتضاف هنا بقى واحد. تمام. تمام، دي كده كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الكاتيجوريز. وفي ملحوظة أخيرة، اللي انت لو مسحت كاتيجوري، يعني انا لو مسحت الكاتيجوري ده، خمن معايا ايه اللي ممكن يحصل لو انا مسحت كاتيجوري محطوط تحتيه بوست. يعني الكاتيجوري ده اللي هو بتاع ويب تحتيه بوست، هل البوست نفسه هيتشال ولا هيتعمل له اساين لكاتيجوري تاني؟ تعال نجرب نعمل هنا ديليت ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا هنلاحظ ان الكاونت ما اتزادتش او راحت في حته. تعال نعمل ريفرش. خدت بالك ايه اللي حصل؟ الاذرز كانت زيرو من شويه بقت واحد. اللي بيحصل اللي انت لما بتمسح كاتيجوري تحتيه بوستات، البوستات دي اوتوماتيك بتروح للديفولت كاتيجوري. فاكر الديفولت كاتيجوري اللي احنا كنا بنعمل له اساين من السيتنجز هنا في الرايتنج؟ كنا بنيجي نقول اللي احنا عايزين اللي الديفولت كاتيجوري بتاعنا يبقى الاذرز. عشان كده هو اتضاف في الاذرز ما اتضافش في الانكاتيجورايزد. لو يعني انت ركزت في النقطه دي هتلاقي اللي هو اتعمل له اساين هنا عشان ده الديفولت كاتيجوري بتاعنا. وهتلاحظ دايما ان الديفولت كاتيجوري بتاعنا ما ينفعش نمسحه. يعني احنا ممكن نمسح ده ونمسح ده بس ما ينفعش نمسح الاذرز. بس كده ده كل اللي احنا كنا محتاجين نعرفه عن الكاتيجوريز. تعال بقى نروح عند التاجز. حلو. التاجز لو تفتكر في الفيديو اللي فات احنا ضفناهم مانيوال، بس كان من البوست اللي هناك. تمام. انت نادرا لما هتروح للتاجز من الصفحة بتاعتها وتضيف تاج. التاجز يعني هي بتبقى حاجة بتبقى حاجة كده زي ما تقول اللي هو انت بتألفها تقريبا وانت بتكتب البوست، او في ادوات بتعمل لك تاجز وهنشوف اداة من الادوات دي. وهي أداة مثلا زي الأداة بتاعت رابت تاجز. طبعا أنا هسيب لك لينك من الريسورسز بتاعت يوديمي، أو يعني أيا كان أنت بتشوف الكورس ده منين، هسيب لك لينك للموقع ده. الموقع ده مثلا إحنا بنعمل إيه؟ إحنا مثلا ممكن هنقول اللي إحنا عاوزين تاجز لآيفون 12 ريفيو. تمام، هنكتب هنا آيفون 12 ريفيو وليكن مثلا كده ونقول له هنا سيرش.
بص هيعمل ايه، هيجيب لنا كل التاجز دي. تمام، هنروح عاملين ايه، هنروح هنا قايلين له كوبي تاجز، ونروح هنا للبوست بتاعنا اللي هو كان تيست بوست ده، نقول له هنا edit، ونيجي هنا في التاجز ندوس عليها ونعمل بيست. بص هنا ضاف كام تاج لل للتاجز بتاعتنا، ونقول له هنا ابديت. طبعا هتيجي هنا في التاجز تاني هتلاقي لها كل التاجز دي موجودة. فعشان كده انا دايما يعني ما بنصحش ان انت تضيف تاج هنا مميز، او عشان هي التاجز بتضاف بالطريقة العشوائية دي، او البالك ادنج للتاجز بيبقى بالطريقة دي. وطبعا ممكن ان انت تضيف ديسكريبشن وسلاج ونفس الكلام بالظبط بتاع الكاتيجوري. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في فيديو النهاردة، وهو اخر بارت للبوستس.